واحد بقى بيسأل سؤال، طب يعني لو مسلم عطس أقول له إيه؟ يرحمك الله. تمام؟ طب لو هو مش مسلم بقى وعطس، وممكن يعني بعد ما عطس هو قال الحمد لله، طب أنا أعمل إيه؟ يعني أرد عليه أقول له يرحمك الله ولا أقول له إيه؟ أنت هترد عليه وتشمته، بس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إيه؟ أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمر ده إزاي؟ اسمع بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انت عارف يعني يتعاطسون، يعني منهم اللي كان بيعطس يعني خلاص امر ارادي، ومنهم اللي كان يعني بيحاول ان هو يعطس نفسه، يعني هو عايز يعطس ليه؟ علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يرحمك الله. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. فيعني يهودي وبعدين يعطس عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم. شفت الرد؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى ده الرد على اللي بيعطس بس هو مش مسلم. انت مسلم واخوك المسلم عطس، يرحمك الله بعد ما تسمع كلمة الحمد لله. طب هو مش مسلم وعطس، بعد ما تسمع كلمة الحمد لله برضه شمته، بس نقول له ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. جزاكم الله خيرا.